يا مساء الفل واهلا بيكم يوم جديد من يوميات مطبخ بندق. اتمنى تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني دلوقتي. لو اول مره تشوفوني انزلوا بسرعه اعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات بكل جديد بنزله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. تعالوا النهارده نعمل احلى اكله سهله سريعه مش تاخد مننا نص ساعه وهنكون مخلصين. تعالوا نعمل صينيه البطاطس بالفراخ. اكله حلوه جدا، طعمها حلو قوي، شكلها كمان حلو قوي لما بتتقدم على السفره، وبتاخدش اي وقت معانا خالص في التنفيذ، وفي نفس الوقت يعني مفيده وصحيه وفيها بروتين وفيها نشويات وفيها كل حاجه، فهتبقى اكله سهله جدا وسريعه وصحيه. تعالوا بقى على طول نبدا. احنا معانا هنا فراخ، دول حوالي 2 كيلو او 2 كيلو ونص من الفراخ، ومعانا بطاطس وبصل والطماطم طبعا اللي احنا هنستعملها، ومعانا زيت. عشان اول حاجه هنعملها تعالوا نعمل تتبيله للفراخ، وبرده هناخد منها جزء نحطه على البطاطس، وبعد كده هناخد الفراخ دي ونديها صدمة على النار علشان نضمن ان احنا ما تنزلش اي حاجة في الفراخ، ونضمن ان هي ما فيهاش اي زفارة. طبعا الفراخ دي مغسولة كويس جدا ومنقوعة في محلول النقع اللي احنا كنا عملناه قبل كده، هسيبها لكم برده في صندوق الوصف اللينك بتاع محلول النقع بتاع الفراخ، ومتصفية وناشفة جدا جدا. نعمل لها بقى التتبيلة. معانا هنا عصير ليمونتين، هنحط عليهم نص كوباية من الزيت، وهنحط عليهم كمان معلقتين من الصلصة، معلقتين بقى كبار حلوين كده من الصلصة. تمام. وهنحط كمان معلقة من الصويا صوص. الاحلى كمان وبيدي طعم احلى دبس رمان، ممكن نحط كمان معلقتين من دبس رمان. احنا هنحط هنا معلقتين من الصويا صوص. وهنحط بقى التوابل بتاعتنا، هنحط ملح وفلفل وكركم وبابريكا. الكركم والبابريكا هيدوا لون حلو قوي للفراخ وطعم تحفه. ننزل بيهم هنا برضو على التتبيله، هنقلبها بقى كويس جدا، هنقلبها كده كويس جدا جدا عشان كلها تدخل في بعضيها. هناخد بقى من التتبيله دي ونتبل الفراخ كويس جدا. انا عامله فيها فتحات علشان تدخل فيها التتبيله كويس جدا. هنتبلها كده بالشكل ده. قدرنا نسيبها ساعة ساعتين يبقى احسن، قدرنا نسيبها من بالليل يبقى احسن بكتير. ما قدرناش ومستعجلين وعايزين خلاص نعمل، هناخد برضو نفس الطعم مفيش اي مشكلة. ناخدها على البوتاجاز نديها صدمة بعد ما تتبل كلها كده بالشكل ده، واوريكم بقى هنعمل فيها ايه. كده الفراخ اتبلت بقت زي الفل. هحطها بقى على جنب كده 10 دقايق لحد ما نشوف هنعمل ايه في البطاطس. هنجيب بقى البطاطس وهنقطع عليها البصل بالشكل ده، وهننزل عليها بمعلقه كبيره من الثوم المفروم. تمام. وهنحط عليها جزء برضو تاني من التتبيله اللي عملنا بيها الفراخ، هنحطه عليها ونقلبها فيها كويس جدا، يعني 3 معالق كده حلو قوي. وهنسيب دول نبقى نلمع بيهم وش الفراخ واحنا بنشويها. هنقلبهم بقى كويس جدا عشان كل الطعم والملح اللي موجود فيها يدخل في البطاطس اهي بالشكل ده كده. كده بعد ما قلبت البطاطس كويس في التتبيله، نزلت بيها في الصينيه اللي انا هخبز فيها البطاطس، وهنزل عليها بقى بشويه من صلصه الطماطم اللي احنا عاملينها. تقريبا يعني ننزل حوالي تقريبا نص لتر من الطماطم كده بالشكل ده. هنكمل بقى بقيه الكميه اللي معانا دي، وهنروح بقى ندي الفراخ تشويحة على النار، وبعد كده نحطها على وش الصينية ونشوف هنعمل فيها ايه. هاجي بقى في طاسة سخنة جدا على النار، هحط فيها شوية قليلين من الزيت، وابدأ انزل بقطع الفراخ على الناحية اللي فيها الجلد عشان اديها صدمة. لازم تكون سخنة جدا عشان اضمن ان الفراخ ما تنزلش المية بتاعتها. شايفين سخنة ازاي؟ هديها بقى صدمة من كل الجوانب واوريها لكم لما تاخد لون بعد ما اخلص. بصوا كده اما قلبتها على الوش التاني واخده لون روعه.
قفلت المسام كويس، ما نزلتش اي نقطه ميه في الطاسه، كده اضمن ان هي ما فيهاش اي زفاره وتخلي الصينيه طعمها حلو جدا. هكمل بقى ونحطها على وش الصينيه وندخلها الفرن. وده كده شكل الفراخ بعد ما اديتها التشويحه. حطيتها على وش الصينيه بتاعه البطاطس. هجيب ورقه من الزبده وهكرمشها بالشكل ده عشان اعرف اتحكم فيها. تمام. هفردها بعد كده، هقفل بيها الصينيه وعليها هقفل بورقه من الفويل وهدخلها الفرن. فرن ساخن مطلقا على درجه حراره 200. هسيبها في الفرن وقت اقل من ساعه، وبعد كده نفتح عليها ونشوفها مع بعض. هقفلها بقى وادخلها الفرن، وما تطلع هوريها لكم. وده كده شكل صينيه البطاطس بالفراخ بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. انا سبتها في الفرن ساعه، وبعد كده شلت الفويل اللي عليها وسبتها تحت الشوايه ربع ساعه عشان تاخد اللون الحلو ده. تعالوا كده نشوف بقى البطاطس مستويه. هي طبعا الفراخ استوت، انا اختبرتها. تعالوا برضو نبص على البطاطس. بصوا كده مستويه اهي. طبعا ريحتها تحفه وطعمها حلو جدا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. هستنى كومنتاتكم وهستنى رايكم في صينيه البطاطس، واشوفكم فيديو جديد قريب. سلام.